الحضور ديالك؟ اول حاجه كنبغي نشكر رابطه الانوار على هذه البادره الطيبه، لانه بحكم انايا ابن يعقوب المنصور يعني، وصراحه يعني لما حضرت اوتوماتيكمون يعني رجعتني الذاكره، لانه انا لعبت في الاحياء وشقيت الطريق ديالي النجوميه. فالحمد لله كنشكر اللي كاع ساهم في يعني في تاطير لاعب بيضودان. فكنشكر السي حمزه السي امين وكذلك السي موسى اللي صراحه داروا هذه البادره هذه، وانا جد فخور بهذا التكريم هذا. فبيضودان كيف ما قلت لك، بيضودان هو ولد يعقوب المنصور. يعني ثاني يعني لعبت في الاحياء الشعبيه وشقيت طريقي باش وصلت وحققت المبتغى وفي 7 القاب. فانا جد فخور بهذا التكريم هذا. فكنتمنى لهذه الجمعيه التوفيق والنجاح، ونتمنى هذه البادره تعمم، لانه كاينين الناس اللي صراحه ابناء يعقوب المنصور اللي وصلوا حتى هما المبتغى ديالهم وصلوا للعالميه، منهم لاله زبيدوان اللي رفيقه الدرب. فتا هي نتمنى انه شي نهار هي تكون يعني من الناس اللي يستاهلوا هذا التكريم هذا. فشكرا لكل من ساهم في تاطير لاعب بيضودان، وجد فخور انني كنتمي لهذه الحياه. فنتمنى سيرتو هذا الميساج كنوصلوا للشباب، انه الشباب من حقهم انهم يحلموا، لانه الحلم ما تخلص عليه حتى شي حاجه، واي حاجه بالحلم ما كتجيش غير هكاك. فالحلم لازم انه يتماشى مع الطموحات ديال هاد الشباب هذا. وكنظن بانه العمل والصبر فهو اللي كيوصل اي لاعب. فبالنسبه لي انا نتمنى هاد اللاعبين اول حاجه يدوها في الدراسه ديالهم، ونتمنى انهم يمشيو يعني في الطريق ديالهم، وبالصبر وبالعمل وبالمثابره تنظن بانهم غادي يوصلوا ان شاء الله. خويا راسي شنو راه والله الا حيت اليوم كلشي حيت كلشي خويا مصطفى، تحياتي لحي مصطفى. شكرا مصطفى، احسن واحد بالراس مصطفى بيضوضه وتخوتنا. شكرا افتخر والله مصطفى، شكرا بزاف. تكريم معنا اللاعب والكبير معنا الاخ مصطفى بيضوضه غني عن التعريف. السي خالد اللي هو كان مشكور بالاستدعاء ديال السي صديق ديال مصطفى. بعد ما كانت نسال الاخ امين، السي خالد مرحبا، شي كلمه الاخ مصطفى شنو يقول لنا كلمه بهذه المناسبه هذه. وهذا شرف لينا يكون عندنا معنا مصطفى في الجمعيه ديالكم، ديما تنأكد عليها كنقول لك انت بعدا شكرا، انت اللي درتي لنا هذا موسى وامين اللي كنتو خير درتوا الخير في اللعابه هنا، ونتمنوا الخير للمستقبل لمصطفى وباقي الزملاء. خيي مصطفى، بغيناك ترجع معنا بالذاكره الايام فاش كنتي كتلعب فاش كنتي كتشارك بحال الدوريات هادو. من تما عطينا الله يجازيك بخير، كيفاش كان الحال؟ واش كنتي كتحلم ديك الوقيته فاش كتلعب سي اش كتلعب في الكوليج انه توصل للمغرب العالمي ولا المغرب؟ اول حاجه كنبغي نشكرك اخي موسى وكذلك اخويا امين، كنشكركم بزاف على هذه البادره الطيبه. وانا جد فخور الانتماء ديالي لهذه الحي يعقوب المنصور اللي ولاد كما تنقولوا، يعني ما كفياش غير بيضوضه مصطفى، فيه ناس اللي في المستوى الكبير. نذكر على سبيل المثال عندك زبيدوان اللي وصلت للعالميه، فيهم ناس وزراء، فيهم ملاكمين. يعني كنشكر كذلك الصديق خالد خويا، لانه هذا خويا من الصغر ولد الدرب كيف ما تنقولوا، صديق ديال الدرب. وغير بارازار جيت نفطر عنده التكريم وهذه سبحان الله العظيم، وكنتنسخ بخالد وامين وبكم نتوما. فاول حاجه شكرا على هذه البادره الطيبه. كيف ما قلت لك حنا في الاحياء كطفل صغير كيحلم ولد يعقوب المنصور انه يمثل هذا الحي هذا، وانه يوصل كطفل صغير يوصل انه ذاك الحلم ديالو انه يوصل يكون لاعب
اللي معروف والساكن يعقب انها تفتخر به. وهذا الشيء اللي تحقق باش بالاراده وبالعزيمه، ولعبناش حنا في الاحياء لا في المحاريق لا في البيتات، يعني ما خليت حتى درب ما لعبتش فيه هنايا في حي يعقوب المنصور. فانا جد فخور بهذا التكريم هذا. نتمنى هذه البادره ماشي غير طاقد ودان، كاينين الناس اللي في المستوى الكبير تا هما ولاد حي وابناء يعقوب المنصور اللي تا هما ان شاء الله تا هما يكونوا تا هما في المكان ديالي ويتكرموا كيف ما تكرمت انا. فشكرا جزيلا لخويا، شكرا اخويا امين، وشكرا للجميع اللي ساهم في هذا التكريم هذا وفي هذا الحفل هذا، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المسار ديالكم. عندي واحد السؤال الاخ مصطفى، الاخ الاكبر ديال الحي يعقوب المنصور في الكويتات، باقي في الكويتات. الصراحه انا كنت متحسر على مصطفى، كنا بغينا نلعب في واحد الفرقه فهمتيني في الجيش الملكي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يعني كانوا شي حوايج خايفه حنا ما نبقيش نعرفوهم، كنا تتمناو يلعب في الجيش الملكي هو ولد يعقوب منصور. ولكن بغينا نسولو السؤال مصطفى، تنزل لي السؤال هذا يجاوبني الصراحه. لا والله شي هادشي اللي انت كتقولوا انا ما عرفتش علاش، لانه فعلا سينيت انا كونطرا ديك الساعه ثاني في اوشلا اللي ما نساش الخير ديالو ديال عند الساعه كان بعدا جميع القنابل هو اللي كان تاع رئيسيه في الجيش الملكي، وسينيت كونطرا ديال التسنيت لان انا ولد يعقوب المنصور، وكنت ربما نكمل المشوار ديالي مع فريق الجيش الملكي، وما عرفتش شنو هما الحيتيات الى يومنا هذا. ما عرفتش علاش تفسخات الكونطرا وتفسخ العقد. كانوا قالوا لي بان في 6 لاعبين اللي كانوا معارضين الاتحاد الصفا بالنظام، انا ما غادي نمل حتى شي واحد وما لا كونطرا حتى شي واحد بطبيعه الحال. بطبيعه الحال وكنت باغي حتى انا كيف ما قلت كنت باغي نكمل المشوار ديالي، لكن قدره ما شاء فعل. هذيك السنه ديال الحياه، السنه ديال كره القدم. فإذا ما لعبت فريق الجيش الملكي كتنظن بان هذاك هو الحكم الاول ديالي، لانه انا شحال من واحد ما عارفش بانه انا ولد يعقوب المنصور، انا تبعت الجيش الملكي، انا نقص التيرانات، انا كليت العصا، فما كتبش لي نلعب في الجيش الملكي. فكنتمنى الجيش الملكي بهذه المناسبه ان شاء الله التوفيق في الشامبيونز ليغ، وكذلك ان شاء الله مزيد من النجاحات. شي نصيحه باقا نصيحه للشباب دابا الدراري ما تيصبروش اخي مصطفى. دابا الدري تيقول لك انايا صافي شي شويه الماده، خصو يقلب على الماده في البدايه، شي كلمه الله يرحمه. فغادي نقول لك هذه الكلمه كيقلبوا على الماده. انا فاش التحقت بجمعيه وزاره الماليه ديك الساعه باقي كاضي ومشيت ندير غير تيست، وكان ديك الساعه السي احمد الساسي اللي بمثابه الاب الثاني ديالي، لانه هو مكتشف لاعب في الوطن رغم انه كنت كنلعب غير في الاحياء وهذه. فلما سيريت كونطرا كتعرف بانه كنت عندي ذاك الهاجس المادي، اللي يمكنش لي زعما نتحمل نسمع الجمعيه وزاره الماليه الله الفلوس وما كاين لا فلوس لا والو. اش قال لي واحد الكلمه اللي هي جميله بزاف، قال لي شوف اوليدي غير صبر فلوس كتجيبها خديتها. انا ما فهمتش هذا الميساج. انت فهمت هذا الميساج؟ سينيت كونطرا بروفيسيون مع فريق الفشل الرياضي، وانه بالعمل وبالجد عاد بانه فعلا تنمشي وليت كناخذ صالير اللي هو محترم، فهمتني جو محترم. عاد انا ذكر المقوله ديالها ان الفلوس كتجيب وحديتها، ولكن كتجيب وحديتها باش بالعمل وبالجهد. فانا ميساج للدراري الصغار بانه الحلم كتخلص عليه تاريخ. انا كنت طفل صغير حلمت، وداك الشيء اللي حلمت به وصلت ليه حققته. فانا اللي كنوصي هاد الوليدات هادو، لانه حتى شي حاجه في الدنيا ما كتجيش غير هكا، الا ما كانش العمل الجاد ما كانش الصبر ما يمكنش غادي توصل لذاك المنتهى ديالك. فمن حقك تحلم انك كطفل صغير، لانه ما عندك الحلم ما كتخلصش عليه. وهذوك الاحلام ممكن انك تحققهم باش بالصبر وبالعمل، لان كره القدم ما فيهاش يسير. السير ديال كره القدم هو العمل ثم العمل ثم العمل. فكنتمنى هاد الشباب هذو اللي باغي يوصل له نسيتو كره القدم دابا تطورات وغادي تزيد تطور، وغادي يوليو حتى اللاعبين ان شاء الله. غادي يكون المستقبل اللي هو زاهر، لانه الكره ديفلوبات دابا، لانه الان شفنا الموارد الماليه اللي ولات دابا كتخسر على كره القدم. فنتمنى هاد الوليدات هادو حتى المؤطرين اللي غادي يأطروهم، حتى بالنسبه للوالدين راه مهم، لانه طفل صغير فما خصوش يسهر، ما خصوش انه يكون الرفقه تكون عنده رفقه طيبه. فلازم انه الوالدين يأطروا هاد الوليدات، لانه ما احوجنا للتأطير، لان شكون اللي عندنا أطرنا المدرسه، أطرنا صاحب الوالد، أطرنا صاحب خوتي، صاحب الدرب، الجيران، هما اللي أطرونا. فنتمنى هاد الحوايج ترجع، لان ما احوجنا لهذا. فنتمنى الشباب ان شاء الله التوفيق ان شاء الله، واللي باغي شي حاجه